قعدونا في البيت، اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. انا امي قالت لي يا عمرو انا نفسي اشوفك على التلفزيون، انا عايز اتكلم عن نفسي، لان انا الفتره اللي فاتت دي مش عارف اتكلم عن نفسي، البلد كانت اهم. قالت لي يا عمرو نفسي اشوفك في التلفزيون. قال لك الواد ده كلب، ازاي يتكلم على وزير اسكان؟ وزير اسكان نضيف، الارض صح والشركه صح والمزاد صح، وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوارة شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه، احنا كنا في حاله ذل، لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها. كان الناس بتتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم وبالبراطيش، كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين امهم، كانوا بيعملوا فيهم كل حاجه. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهارده. انا كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده، الواد ده يقعد كده زي الكلب. وكنت اقول للناس، اقول لهم والله العظيم 3 ربنا هيحلها. كانوا رجال اعمال اصدقائي يبصوا لي يقولوا لي ده جامد، ده اجمد من ربنا. والله العظيم 3 كانوا بيقولوا اجمد من ربنا. انما ربنا كبير. انت القوي ونحن الضعفاء، انت الغني ونحن الفقراء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. واحد جه قال لي مره، قال لي على فكره يا عمرو روح شوف لك بيزنس كده، افتح محل جزم ولا محل بتاع، انت عمرك ما هتشتغل تاني. عمرو اديب وعماد اديب، عماد اديب ذلوا اهله. الراجل على جاي كان بيقول كلمه حق ابدا. اوعى الراجل ده يبان اصله محترم وبيعرف يتكلم. يا جماعه احنا انتوا فاكرين انتوا اي بلاغات النهارده؟ انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده، حديد، اسمنت، ارض، احتكار، زنا، دعاره، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك وخلاص. كانت عيانه، كانت في المستشفى، كان نفسي اطلع بس يوم اقول لها اما دعاكي الصبح وفي الفجر جيب بنتيجه. العيال اللي طلعوا احسن مننا احنا جبنه، رغم ان احنا اتكلمنا وقلنا كل حاجه، بس احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نتحرك. كان بيكلم كل البرامج، مفيش برنامج كان بيكلمه. كنت اقول له لا، لازم الناس تعرف الحقيقه. وكنت واهم، كنتش متخيل ابدا ان احنا كنا ممكن يعملوا فينا كده، يسكتوا بلد كامله، يخصوا شعب باكمله. انما لا، دكرة ورجاله، الشعب ده دكرة ورجاله. كان نجيب ساويرس لما يعوز يكلمني من موبايل بنته، طبعا ما كانش بيفرق، لان هم كانوا بيراقبوا تليفوناتنا ببصمه الصوت. انت قاعد حياتك كلها تتكلم. انا كان ليا اصحابي يا يسري ما كانوش يسلموا عليا، بقوا بيخافوا. لا 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 لا، ده الكلب اللي اترمى. النهارده يا يسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا. احنا بنحتفل بانتهاء الذل. لا يمكن ضابط شريف من الضباط المحترمين اللي انت بتشوفهم في دول بيخشى ربنا. دول ما كانوش بيخشوا ربنا، ما كانش عندهم ربنا. ايدينا ورمت يا جماعه. احنا 300 اسره وبنشتغل ومحطه، ده احنا لمينا للبلد في يوم وليله 30 مليون جنيه. انا كلمني احمد عز بعد ما مشوني، قال لي على فكره انت السبب ان الشعب المصري مش راضي. اهلا يا احمد، اخبار الرضا النهارده ايه؟ اخبار الرضا عند مصر ايه النهارده؟ انت اللي كنت يا احمد بتقول له الشعب يا فندم راضي، عندهم عربيات، يشربوا بيبس وكوكاكولا، بيركبوا اجهزه تكييف، شوف بيستهلكوا وبتاع ازاي، معدل التنميه يا ريس كذا. انت اللي وديتنا في ده يا احمد، انت وغيرك. انتوا اللي جننتوا الناس، انتوا اللي قعدتوا. كان العيال بتتقتل في التحرير وانتوا جايبين الكوبري العربيات ماشيه عليه زي الفل وحلوه.
يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. اي حد يسال النهارده احنا بنحتفل بايه؟ ان ما عادش فيه ذل. حضرتك النهارده ما فيش حد هيوقفك في لجنه ويقول لك اديني 20 جنيه. ما حدش النهارده هتخش مرور ولا بتاع يقول لك اديني 50 جنيه. ما حدش لما تبقى جايب 4 سنين جيد جدا وعايز تبقى معيد في الجامعه بتاعتك هتتعين معيد في الجامعه بتاعتك. بلدنا هتبقى حلوه، بلدنا جامده قوي. كل المليارات اللي اتسرقت ديت تعرفوا ان البلد دي كان فيها فلوس كتير جدا. النهارده ليله ذهاب الذل من مصر. جميل.